الحلم والطموح بيعتبروا بداية النجاح وصناعة الإنجازات. لو اللي اخترع التليفون ما كانش مصدق إنه هيكلم حد بعيد عنه بمسافة كبيرة، ما كانش هيبقى فيه تليفون. ولو اللي اخترع الطيارة ما كانش حلم إنه يطير في السماء فوق الناس كلها، ما كانش هيبقى فيه طيارة. ولو أبطال الزمالك في 100 سنة اللي فاتت ما كانوش حلموا إن ناديهم ده هيبقى أقوى نادي في أفريقيا وهيشجعه وهيهتف باسمه ملايين، عمر الكلام ده ما كان هيحصل. ولو جمهور الزمالك ما كانش واثق إن هيجي يوم أمجادنا هترجع من جديد وهنعود على العرش بتاعنا، ما كانش زمانه لف ورا ناديه وشجعه في كل حتة. ولو إبراهيم يوسف ورجالته في 84 ما كانوش مصدقين إنهم يقدروا يحققوا أول بطولة أفريقية للزمالك، ما كناش خدناها. ولو إسماعيل يوسف ما كانش عنده قناعة إنه في يوم هيرفع دوري أبطال أفريقيا، ما كانش رفعها. ولو أيمن منصور ما كانش مصدق إنه يقدر يجيب جون المكسب في الأهلي في بطولة السوبر والجون ده يكون سبب بطولة غالية قوي علينا، ما كانش هيشوطها. ولو كان حسام وإبراهيم وحازم وعبد الحليم ما عندهمش الثقة اللي تخليهم يكسبوا الأهلي ويسيطروا على كل البطولات ويكتبوا اسم الزمالك بحروف من ذهب، ما كانش ده حصل. ولو كان مدحت عبد الهادي ما عندوش إصرار وعزيمة تخليه يدوس على إصابته ويلعب قدام الترجي ويجيب جون الفوز، ما كانش هيجيبه. ولو كان تامر عبد الحميد ما شاطش الكورة في الشاذلي حارس الرجاء ومعاه قلوب ملايين مستنيينها تدخل، ما كناش خدنا البطولة. السبب الرئيسي لأي انتصار إنك تصدق نفسك وتثق في قدراتك وقدرات فريقك، وبعد كده بيجي دور تطبيق الحلم ده وصناعته على أرض الواقع. كنا بطل أفريقيا 5 مرات في الوقت اللي أكبر فرق القارة كانت بتحلم توصل للنهائي. مفيش فرقة في مصر أو في أفريقيا أو في العرب الزمالك ما كسبهاش. مفيش بطولة ما خدناهاش. مفيش منافس قدر يوقف طموحنا أو يسيطر على أحلامنا. في الأوقات الصعبة بنكون أقوى، وفي اللحظات الأخيرة بنفوق وبنستعيد مكانتنا اللي هتفضل دايما فوق الكل. العب يا زملكاوي، صدق نفسك واحلم بمجدك ومجد ناديك، وخليك واثق إن لازم في يوم الناس تحكي على الجيل ده وعلى أمجاده زي ما حكينا وهنفضل نحكي على فرسان وعظماء القلعة البيضاء. بقول لحضراتكم يا على الفكر يا عبد الحليم يا علي، واللمسه السحريه الجميله بلغه الهداف عبد الحليم علي.
الأهلي مش بالفريق القوي بقاله كتير، بقالنا سنين ما بنكسبوش وإحنا متفوقين عليه. كنا بنبقى الأحسن، كان بيجيلنا فرص كتير لو كانت في ماتش تاني غير الأهلي كنا خلصناه. عارفين ليه؟ عشان الحاجز النفسي، عشان انتوا مش مصدقين إننا أقوى منه. المشكلة إنك لو وقفت قدام نفسك في المراية هتلاقي نفسك أحسن لاعب في مصر في مركزك. كنا بنوصل للحظات الحاسمة في بطولات كتير، بس كان الحماس بيضيع منك وفقدان الأمل بيتزرع جواك. انت بس محتاج النهاية. ازاي توصل للنهاية؟ ازاي تفرح جمهور الزمالك اللي معاك بقاله سنين ولسه عنده الأمل؟ الجمهور اللي مش عايز منك حاجة غير انك تفرحه ببطولة يعيش على ذكرياتها ويحكيها لولاده ويقول الزمالك خد أفريقيا سنة كذا واللي جاب الاجوان فلان وفلان. التاريخ مش بيجيب أصحاب المراكز الأخيرة، التاريخ بس بيقول مين البطل. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود.